السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفة جديدة على قناة ميريما فود. نتمنى تكون احوالكم طيبة وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. عواشر مبروكة، يدخل عليكم رمضان المبارك بالصحة والسلامة. اقترحنا اليوم اصابع الشوفان، كيجيو لذاذ بزاف، زوينين صحيين بدون سكريات، سكر طبيعي 100%. ينفعوكم في هذا رمضان المبارك. تقترحوهم هكا في السحور تاخذوهم، زوينين بزاف. ندوزو كالعاده للمقادير طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي عندي هنا 220 غرام من الشوفان اللي هو لافوان، يعني متوفر عند العطاره ومعروف كيكتب حتى في دوك لي ساشي ولا يعني بالعبار. خديت هنا منه 220 غرام. عندي كذلك التمر، هنا عندي عجينه التمر. انا في الاصل في هذه الوصفه هذه فانا كندير التمر السكري للرطب. هذاك التمر السكري الرطب هو اللي كنستعمل، كنحيد له القشره ديالو الفوقانيه ماشي كامله، يعني غير 80%، وكنستعملو. فانا ما كانش متوفر عندي هذا اللي كان متوفر عندي في الدار، واستعملته وجربته وكذلك كيجي زوين. عندي بالنسبه للمكسرات، عندي هنا 60 غرام ديال لي نوازيت اللي هو البندق. فانا قطعتهم ماشي بالاشواغ، ما هرمشت ما والو، راني قطعتهم غير بيدي هكا بالسكين، يعني كنت تنقطعهم قطع لي كيف بحال هكا، تبقاو معاهم بالسكين وانتم كتقطعوهم. هنا عندي كذلك الجوز اللي هو القرقاع، حتى هو كذلك منه 60 غرام. وهنا عندي كذلك اللي هو اللوز، قطعته يعني كاملين بنفس يعني نفس كيف نقول نفس التقطيعه. ففي المجموع عندي 180 غرام، وتقدروا تستعملوا يعني غير نوع واحد من المكسرات. اول حاجه هنا في الصينيه اللي غندخلهم ان شاء الله الفران، كندير الشوفان، كندير لي نوازيت، كندير القرقاع، وكندير اللوز. كيف ما قلت لكم تقدروا تختاروا غير يعني نوع من المكسرات، تقدروا ديروا اللوز، ديروا قرقاع، لي نوازيت بوحدهم. ولكن فاش كتنوعوا بحال هكا يعني يعني كل يعني كاع كل مكسرات اولا يعني كل فاكهه ويعني يعني ولي فيتامين ديالها، فاش كتنوعوهم كيجيو احسن. هنا غادي ندخلهم للفران تقريبا واحد 10 ديال الدقائق على درجه 170 درجه. غرضنا ماشي انهم يتحمروا، غير تدخلهم شويه الصهد وصافي. هنا خديت في واحد البول ديك العجينه ديال التمر. غادي ناخذ هكا البريس بيغي، هاد الاداه هذه اللي يعني كندعكو بها البطاطا ولا هكا الزعلوك. فانا غادي نحاول ندعك مزيان هذاك العجينه ديال التمر مزيان حتى كنحصل على واحد العجينه هكا، نحصل على واحد يعني واحد العجين هكا متجانس مزيان. وانا كنحرك فيه، عفوا كنمعس فيه وكندعك فيه يعني شويه طول الخاطر. صافي يعني هاد 500 غرام ديال التمر المعجون. غادي ندير كذلك الشوفان اللي خرجت مع دوك المكسرات، رانا فكنديرهم في هذه المرحله هذه اللي كنضيف هذاك الشوفان اللي هو طاب لينا اولا غير تصهد لينا في الفران اللي هو مع دوك المكسرات. راه كنضيف في هذه المرحله هذه يا اما يعني المشماش المجفف اولا الزبيب. ويعني انا فايته جربته بالمشماش وما كانش متوفر عندي، فما جربته ما درتوش، وطلعت كذلك زوينه بزاف. واللي بغى يضيفوا كذلك، راه كيعطي مذاق حتى هو زوين. يعني بغيت نقول لكم ما كانش ماشي مشكل. كنضيف كذلك شويه ديال الملحه، هنا راه ما بانتش التصوير، راه هي يعني اللي كتبان لكم لا بانت لكم، كنت حاطه شويه منها، راني درتها ضفتها. كندير شويه ديال الملحه باش تهرس لنا داك الذوق. بحال هكا كيف ما شفتوا كنبقى ندعك فيه ونحاول نخلط دوك كامل دوك العناصر كامله ديال داك الشوفان والمكسرات مع ديك العجينه ديال التمر مزيان مزيان. غير نعطيوها الخاطر وبشويه وحنا كنخلطوا حتى نحصلوا على هاد العجينه متماسك ومعلك. غادي ندوز هنا ناخذ واحد الاطار بحال هكا اللي بغيتو، يعني يعني الحجم ديالو ماشي مشكل. المهم انا هكا صايبته. غادي نحطو اول حاجه كنحط بلاطو، كنحط البابي سولفيريزي ولا البابي كويسون، غير باش ما داك العجين ما يلصق ليناش لانه كيكون هكا تيتلصق وكيتمعلك. كنبدا كنحط في داك الخليط بهكا، يعني غرضنا اننا نبسطوه مزيان وما نحاولوا ان
ما تكونش على حساب واش بغيتو هكا يكون في السمك ديالو عريض، عفوا مرتفع ولا لا. يعني باش ما يقهمكمش بزاف، واخا انه ما تيقهمش يعني بزاف، يعني زوين كيمد بالطاقه وزوين، يعني كاع دوك المكونات اللي فيه راها زوينه بزاف. صافي كنبدا كنحط هكا في الجوانب ونعمر، وانا يعني كنخبز هكا بيدي غير باش يجينا يعني كامل، يعني على يعني مستوى واحد، ما يكونش مستوى هابط ولا مستوى طالع. وغادي نصايبو مزيان. من بعد غادي ندخلو المجمد. هنا راه بحال متقله معكم في لا فيديو، غير باش نشرح لكم انكم غادي تدخلوا المجمد واحد نص ساعه حتى لساعه في الثلاجه، في المجمد ماشي الثلاجه، غير باش نكونوا كنقطعوه يكون هكا ما يكونش تتلصق ويكونش معلك. وكذلك ما نخليوش بزاف، لان الا خليناه وبدينا كنقطعوا فيه غادي يتكسر لينا. هنا راني يعني من بعد راني خرجته كيف ما تشوفوا، راه كنقيس بيدي يعني ما كيتلصق معنا والو. كنحيد هذاك الاطار كيتحيد بسهوله. صافي وغادي نبدا ان شاء الله يعني باش نقطعو. ساهل يعني في التقطاع ديالو. انا خديت هنا مسطار، علاش؟ غير باش نعلم يعني القطع اللي غادي ندير. استعنت بالمسطره وعاونت بها. صافي راه هو راه جامد حاليا. وغادي نبدا كما قلت لكم غادي نبدا كنعلم، نحاول ندير مستطيلات في الاول ومن بعد ندير مربعات. كاين دوك الاصابع ديال الشوفه اللي تيكونوا هكا طوال، ولكن فاش كيكونوا مربعات شكل مربع تيكونوا احسن، هما اللي تيكونوا حتى في المحلات. فاش كناخذوهم بحال هكا يكونوا في المحلات الشكل ديالهم مربع. حتى الا بغينا كنحتفظوا بهم في يعني في هكا في بواطات حتى يجيو لايقين، يعني باش يتحطوا كنحطوهم هكا بداك الشكل تيجيو مزيانين. صافي بما انني علمت كناخذ هكا واحد السكين يكون ماضي، ولا من الاحسن يكون داك السكين هكا الكبير، غادي يكون احسن وافضل ويعاوننا. كيف ما قلت لكم غادي نقطعهم شكل هكا مربعات، عفوا مستطيل هكا طويل. ومن بعد غادي نبدا كنقطع هكا بشكل مربع كيف ما تشوفوا، كيف ما واضح هكا على الشاشه. وانا كنقطع ونحصل على داك الشكل هكا تيكون مربع شي شويه كبير، حتى في المنظر كيجي يعني احسن وزوين. صافي وغادي نبقى على هكا حتى كنقطع الكميه كامله اللي عندي بنفس الطريقه وبنفس يعني العبار اللي قلت لكم. شوفوا كيفاش تيجيو زوينين. هذوك اللوينات كذلك زوين، ولا كنتو غادي تضيفوا يعني داك المشماش حتى هو كيبان داك اللوين ديالو في داك اللون البرتقالي تيبان كذلك زوين. وحتى في المذاق كذلك تيكون زوين. وصراحه انا ما درتوش هاد المره، وكذلك جا المذاق زوين. وهكذا كنكونوا سالينا. كنحاول انني نحطهم هكا في كويغطات هكا باش ما يتعطي حتى المنظر هكا بغيت نقدمهم. وبالنسبه بغيت نحطهم هكا في الثلاجه كنحطهم هكا في دي بواط، وكندير ما بيناتهم لي بابي كويسون باش ما يلصقوناش مع بعضياتهم. كيجي مذاقهم رائع وزوين وصحيين، غادي ينفعوكم ان شاء الله على مائده رمضان ولا في السحور تاخذوهم. فيهم مجموعه ديال المكونات الصحيه تمدكم بالطاقه ان شاء الله. دوك المكسرات كذلك دوك الانواع كامله اللي شاركت معكم، خصوصا لي نوازيت كيجي فيهم واحد المذاق اللي هو زوين، كيعطيهم بحال المذاق ديال نوتيلا. المذاق ديال نوتيلا تقريبا كيشبه ليهم. نتمنى انكم تشاركوا هاد لا فيديو هذه، تشاركوها مع اصدقاء ومع الحباب. بالنسبه لبعض الناس كيسولوني بان ما كيطلعش ليهم لا فيديو هكا لحتو، فيحيدوا الاشتراك ويعاودوا يشتركوا ويفعلوا رمز الجرس باش يتوصلوا من جديد بجميع الفيديوهات. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.